حي القصبة، حصن الجزائر على مر العصور. هو الحصن الذي حمى الجزائر والجزائريين على مر العصور. هو المكان الذي لا يشبهه مكان آخر، ذاك الذي تراه ولا يمكن أن تنساه. هو الحي الصامد والمحافظ على بهائه برغم النسيان والإهمال والتجاهل. حي القصبة في مدينة الجزائر، الحي القائم بالمدينة العتيقة والمعد من مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ 30 عاماً. يعود تاريخ حي القصبة إلى العصور القديمة، فقد شكل جزءاً مهماً من المدينة التي قام بتشييدها بلقين بن زيري في عام 960 على أنقاض المدينة الرومانية القديمة إيكوسيوم. وفي القرن السادس عشر حصن الحي بأسوار عندما دخل العثمانيون الجزائر وبنوا قصرا لهم في أعالي المدينة أطلقوا عليه القصبة، والتي تعني بالتركية الحصن. وبالفعل فالحي أشبه بالحصن المنيع أو المتاهة، من حيث تداخل أزقته بحيث لا يستطيع الغريب الخروج منه وحده، لوجود أزقة كثيرة ومقطوعة تنتهي بأبواب المنازل. وللحي نفسه 5 أبواب تفتح في النهار وتغلق في الليل. وللحي تاريخ نضالي طويل، فقد كان مستعمرا من قبل الفرنسيين في عام 1830، وكان له دور مركزي خلال ثورة التحرير الجزائرية، حيث كانت معقلا لثوار جبهة التحرير الوطني حتى استقلال البلاد عام 1962. وهذا ما جعله ساحة لمعركة الجزائر التي قام بها الفرنسيون في عام 1957، حيث هاجموا أحد بيوت الحي ونسفوه للقضاء على مجموعته من الثوار كانوا يختبئون بداخله. ورغم التاريخ الكبير لهذا الحي، ورغم إدراجه في قائمة التراث العالمي